حيث سيرنا القافلة الأولى والتي تضمنت أكثر من 6000 سلة غذائية و355 طنا من مادة الطحين إلى الساحل السوري، وتم توزيعها على الأهالي كحالة إسعافية. ولكن عدد السكان الكبير والوضع الإنساني المتأزم والأوضاع المتردية التي يرثى لها، قمنا مرة أخرى بتشكيل قافلة أكبر لنمد يد العون إلى شعبنا، كوننا نعيش في جغرافية سورية موحدة ونتشارك آلامنا ومعاناتنا، حيث تضمنت هذه القافلة 14,000 سلة غذائية وموادا للتنظيف. ولنضمن إيصال المساعدات إلى أهلنا في الساحل قمنا بالإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، ولكن وللأسف الشديد وبعد محاولات عدة لم تتم الموافقة على عبور القافلة. ومع وصولنا إلى حاجز الخناصر في الساعة 9 صباحا بدأت العراقيل والتقربات الغير لائقة من قبل عناصر التابعة لحكومة دمشق الأمن العام بكلمات نائية وإهانة المتطوعين وسائقي الشاحنات، وكانوا يتعمدون استفزاز المتطوعين لإثارة المشاكل، ولكن تحلينا بضبط النفس فقط في سبيل تفادي المشاكل وإيصال المساعدات لأهلنا في الساحل. وبالرغم من أن المساعدات مقدمة من قبل أهالي شمال شرق سوريا، قامت العناصر بإزالة اللافتات الموجودة على الشاحنات المرسلة إلى الساحل التي تحمل أسماء المدن المرسلة ومصادرتها. ومن ناحية أخرى طلب منا إفراغ الشاحنات في مستودعات الهلال الأحمر العربي السوري لأجل التحكم بآلية توزيعها، وهذا ما لا يقبله أهالي الساحل السوري وأهالي شمال شرق سوريا، حيث راسلنا العشرات بأن نقوم بأنفسنا بتوزيع هذه المساعدات ليضمن وصولها إليهم. ونحن كمبادرة شعوب شمال شرق سوريا ما زلنا مصرين على إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في الساحل السوري، ونطالب بفتح ممرات إنسانية ومحايدة والسماح للمبادرات الإنسانية والشعبية وإيصالها إلى المتضررين بدون تدخلات عسكرية وسياسية. المبادرة الشعبية لأهالي شمال شرق سوريا 13/4/2025. يعطيكم العافية.